سنين ما في تواصل بيننا مثلا من الحدود. ما هي الفكرة نعم. اللي معبي لها هناك عن المغرب؟ ماذا يقولون لهم؟ لا، هم كانوا يجيوا للمغرب ويعرفوا بأنه كل شيء هذا الشيء أكاذيب. اليوم السؤال هو اللي مطروح، حتى إعلاميين كبار سألوه ولم يجدوا له إجابة. ما هو سبب العداء بين النظامين، النظام الملكي والنظام الجمهوري؟ أنا متتبعة إلى يومنا هذا لكل حوارات الصحفية صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. ماذا كان هم الحسن الثاني؟ كان همه الوحدة الوطن العربي، وأن الشعوب العربية تعيش من غير حدود وتأخذ قراراتها داخل أوطانها. كان يؤمن بالكفاءات العربية. لكن هؤلاء الأنظمة الفاسدة ماذا أرادت؟ مقولة قالها قذافي عندما أراد أن يصنع لنفسه اسم، قال لجمال عبد الناصر: أريد أن أكون زعيم. قال: أخرج في المحافل الدولية وتكلم عن القضية الفلسطينية. ها أنت زعيم. لم يكن همه هو صنع ليبيا، مع أننا فيلم واحد لعمر المختار شخص لنا تاريخ ليبيا، كيف هو الشعب الليبي العظيم. الله الله. الشعب الليبي تشوفوا في فيلم واحد لمختار عمر مختار. إذا هذا هو المشكل ديال الفساد ديال الأنظمة. هذه الأنظمة تريد الجلوس على الكرسي، تريد قرارات تصدر من فرنسا. هم يعيشون يستغلون خيرات البلاد، ولا يهمهم الشعب العربي ولا تهمهم القضية الفلسطينية. لأن القضية الفلسطينية يا سيدي أولا لا تحتاج إلى عبد المجيد تبون يطلع في المحافل يتكلم أو القذافي، تحتاج إلى وحدة عربية. نحن العرب نحتاج أن نكون متحدين. هذا هو العداء اللي عند هذه الشعوب، عند هذه الأنظمة تجاه النظام الملكي في المغرب. لحظة أحييك أولا. لحظة، لاقت روحي. لا أنت في جعبتك حاجات كثير. والله تبون ما يقدر يتكلم مثلك. ما يتكلم لسبب بالله ما يقدر يتكلم. شوف سيدي، والله يجيبوا شنقريحة. أنا كلمت البارح. ماذا قلت لك؟ يضحكوا يتكلموا مثلك. ماذا قلت لك؟ قلت لك أهل اليمن، ماذا يعرف عن أهل اليمن؟ العلماء والمشايخ. وهذه قالها لي شيخ في الزاوية البوتشيشية. نعم. قال لي أكثر ناس عندنا معهم علاقات دينية وروحية هم أهل اليمن. لازم تعرفوا هذا. مصر الشعب المصري بالنسبة للأمة العربية هناك مثل عربي يقال عن الشعب المصري: لو كانت هناك حرب بالقلم لكانت مصر استعمرت العالم. لأن مصر شعب بلد الأدباء وبلد العلماء، بلد الثقافة. أنا قريت كل مؤلفات نجيب محفوظ، مؤلفات المنفلوطي، مؤلفات طه حسين، شعر أحمد شوقي. لا أقول لكم هائل. أنا إلى يومنا هذا، لا يمر علي يوم من أن أرى خطابات الحسن الثاني. والله الحسن الثاني ربى شعبه تربية أنه يخدم بيده، يعمل. ربى الشعب يعمل. قال مقولة شهيرة: اللي ما طيب كلاتو وما صبن كساتو وما كتب براتو موتو خير محياتو. يعني اللي ما يطيب أكله وما يغسل ثيابه ويغسل هدومه، أيوة، وما يكتب رسالة بإيده موتو خير محياته. موتو أحسن من حياته. كيف أن الأمير تصنع المعجزات في المغرب. الله. اليوم فاس ومراكش وعدد كثير من المدن في المغرب أصبحت تصل إلى العالمية. بماذا؟ بالأنامل المغربية، الصانع المغربي، العامل المغربي، الموظف المغربي، الناس مسؤولين في إدارة، هم من صنعوا هذه الحضارة. الحضارة لا تسرق، الحضارة تصنع. نحن نعرف لا شوف، لا تسرق الحضارة، لا تسرق. مستحيل. تقول لي القفطان ديالك والزليج أو ديالي، تقول لي الزليج ديالي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اصنع. نحن ندافع عن الوطن. نحن ندافع عن الوطن. يا الله. لا الزليج، شوف الزليج. أستاذ أسعد الشرعي ذهب إلى معامل الزليج وشاف وصنع وشاف. شوف الفرق اللي بيننا احنا كمجتمع مغربي، اننا اولا تربينا تربيه اسريه دينيه، وتربينا تربيه ثانيه من روح الملوك ديالنا. نحن ملوكنا ليسوا ديكتاتوريين، نحن من طلب برجوع محمد الخامس. اذا الملك حنا اللي طالبنا باش يكون النظام الملكي في المغرب. النظام الملكي ليس مفروضا علينا في المغرب. نحن ملوكنا ثلاثه اللي عشنا معهم لم نرى منه الا كل خير.
الملوك ديالنا عمرو ما ضغطوا على الشعب ديالهم وعمرو ما قهروا الشعب ديالهم. عمرو ما تشوف شي شحال صوره الساعه دابا انا خارجه كنتمشى في الشارع الامن شفتكم في اللايف جيت كنجري لان كنعرف بانه الطريق واخا الليل كاين الامن. انا اشكرك سمعت يا سيدي الفاضل انك جئتي. انا في جعبتي الكثير بالنسبه للشعب الجزائري. تعرف باننا نحن المغاربه نعرف الحاج رابح درياسه ونحفظ اغانيه. الحاج رابح درياسه ومن اعظم المطربين في الجزائر، مغني ماذا قلت اصيل. ونعرف الخليفه احمد ونعرف عبد الله مناعي ونعرف عبد القادر شاعو، هم الجزائريين اليوم لا يعرفون عنهم شيئا. نحن والهاشمي القروابي ونعرف تعرف هذا الفن الجزائري يصل الى العالميه وسمحوا فيه سيدي. نعرفوا رجال المقاومه طيب هم ما يعرفوه. اهلك اللي بيد المسان يعني نعم جيبوهم هنا وخلاص. والله العظيم نحاول نتصل، كنحاول نتصل بهم، كنحاول باش نتصل بهم. يعني انتم ما قادرين تتصلوا كيف ما سمعتوا؟ قادرين نتصل. اليوم يخرجوا في المحافل. طيب وجهي لهم كلمه. أنظمة اسمع لي سيدي، أنظمة تخرج تقول لي نحن ندعم القضية الفلسطينية وندعم الشعوب المقهورة. أنتم قهرتونا في الحدود 15 كيلومتر لا أستطيع أن أرى أهلي وتقول لي أدعم فلسطين. أيوة. المقولة الشهيرة قال له جحا في الروض قال له ها هي. أيوة. حل الحدود هنا غادي نشوفوا خوتنا هنا ومن بعد غادي نمشيو لفلسطين. الله هذه هي أكبر. الرسالة التي نوجهها التحرير لها. عندهم غير في اللوحه انت يا جماعه الحاضرين اسالكم بالله صفقه لهذه المراه المغربيه. صفقه لهذه المراه المغربيه الحره الشريفه. نقول لكم الصحراء في المغرب والمغرب في صحراء والملك فوق راسنا. عاش الملك، عاشت الصحراء المغربيه، لا فصال في هذا. حتى إذن واحد ما يبقى يوهم بانه يمكن غادي يكون شي جمهوريه وهميه تما اللي تكون دائما على عين نساء ورجالا. نحن جنود مجند وراء صاحب الجلاله وراء العرش العلوي. عاش الملك وعاشت الصحراء. الشعار 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 الشعار. نتمناو دائما لازدهار الامه العربيه ونتمناو للشعوب انها تفيق من هذا الجهل ومن هذا الغباء وتعرف بانه قراراتها لازم تصدر من بلادها ماشي من الدول المستعمره. هذا الشيء اللي اقوله لكم. تحيه لكم سيدي. اي شو اسمك؟ ميمونه. ميمونه. انا سعيده، انا شوف متابعه وانا اسعد والله العظيم وفي اني اراك، وكنت نتمنى انني التقي بك مع الاستاذ وليد كبير لانه استاذ يعني ماشي يقول مثال للرجل الجزائري الحر. الله اكبر. رجل لا يقدر بثمن يدافع عن الجزائر بكل صدق. شكرا لك يا ميمونه الطاهري من هذا المنبر. شكرا للاخت ميمونه. أحييك كثيرا كنموذج. ونتمنى الاستاذ شوف استاذي الفاضل هذا استاذي اولا قراني وبيناتنا علاقه طيبه ونلتقي الى يومنا هذا. بيناتنا علاقه اخويه يعني له جزيل الشكر على هذه المبادره. الله اكبر الله اكبر. الله كره حتاير. لنا لقاء ثاني انا اتمنى ونجلس هناك في جعبتنا الكثير. انت انا ساعتبرك نموذج للمراه المغربيه. الله يجازيك بخير. الذي حاول الاعداء ان يشوهها، حاولوا ان يشوهوا المراه المغربيه. لن يستطيعوا تشويهها. لن يستطيعوا. لن يستطيعوا. هذه شوفي هل احنا اتفقنا على شيء؟ انت جيتي على قدر يا موسى صح؟ والله العظيم دون ترتيب دون شيء. نثرت ما في جعبتها. نعم. وتكلمت قلت لكم اقسم لكم بالله لو تاتوا بتبون وشنقريح علي